السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. يا رب ما تحرمش منكم أبدا في حياتي. يا رب ما تحرمش منكم أبدا في قناتي ولا مشاهداتكم الجميلة. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى مشاهدين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين. يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة واليمن والبركات يا رب. اللهم بارك. اللهم ادخل السرور على قلوب كل من يشاهدني يا رب. وكل أمة محمد يا رب. اللهم اجعله شهر الخير والفضل والنعم. اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا. اللهم امين يا رب. وحشتوني 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 جدا جدا. طبعا النهارده اول يوم رمضان، قلت ما لازم اسجل لكم الروتين بتاعه. بيبقى غير يعني في العزومات وكده وربنا يكتر من لمتنا وفرحتنا ويكتر من حبايبنا. طبعا قلنا اول حاجة نخلصها هي صلاتنا. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب، ويكرمكم ويوفقكم يا رب. بس لو اول مرة تشوفني ممكن تشترك في القناة وتفعل الجرس وتحط لايك جميل وكومنت جميل زي كده، علشان احس ان انا عملت حاجة مفيدة وحاجة كويسة. محتاجة تشجيعكم وكلامكم الجميل، ما تحرمش منكم. يا احلى ناس بتشاهدني، يا احلى ناس بتتابعني. يا رب تفضلوا دايما بخير وفي اتم صحة واحسن حال. اول حاجة كده تعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ونسمي الله. طبعا النهاردة اول يوم رمضان. والدتي بتبقى عازمة يعني قرايبنا وكده. فيا رب يفضل البيت مفتوح بحس كل الناس الطيبة يا رب، ويجعله شهر كريم، شهر اللمة. رمضان في مصر طبعا غير. طبعا وحبيت اوريكم العزومة من اولها وازاي حضرنا لها وازاي عملنا كل حاجة بالتفصيل. فحبيت ان انا اشارككم. وطبعا انا ما عنتش بحس ان انا في حاجة مهمة في حياتي قد ما بعمل لكم الفيديو بتاعكم، الفيديو اللي انا بنزله يعني والروتين اللي انا بنزله. بحس ان انا بجد لما بتاخر عليكم شويه بحس ان انا ناقصني حاجه كبيره في حياتي. وبفرح جدا جدا لما حد بيقول لي كلمه حلوه وكومنت ايجابي وبيأثر فيا وفي نفسيتي. متحرمش منكم ابدا يا رب. وبحب اشارككم كل حاجه في حياتي يعني. طبعا زي ما انتوا شفتوا ماما جابت كرومبه وسلقتها وقطعتها بس انا ما صورتش يعني من الاول تقطيع الكرنب وكده. فقلت اما نخلص تقطيع طبعا كلكم عارفين الكرنب بيتسلق ازاي وبيتقطع ازاي. طبعا التسبيكه بتاعت ماما بتاعت المحشي غير. ماما الاول بتجيب زيت في حله وتحط البصله وتخدع لها، وبعدين بعد ما تبقى ذهبي كده تنزل بتسبيكه الطماطم وتنزل بشويه خضره من بتاعه المحشي. وطبعا التوابل كمون وملح. ماما بتحطش اكتر من كمون وملح. يعني في ناس بتحب تحط قرفة، ناس تحب تحط توم، في ناس تحب تحط توابل مشكلة، توابل محشي. ماما بتحط كزبرة ناشفة وكمون وملح بس على المحشي. بيبقى له نفس جميل، نفس بتاع ستات زمان ده. المحشي بتاع امهاتنا الجميل ده بيبقى جميل بجد. والله. وعايزه اقول لكم ان الاكل ادام معمول بحب بيبقى في حاجه تانية، في حته تانية بيبقى طعمه جميل. وان انت يعني جزاء ان انت تفطري صايم ده بيبقى عند ربنا حلو. يعني بتدخلي السرور على حد بيبقى حلو، بيبقى حاجه حلوه يعني عند ربنا. يا رب يقدرنا ويقدركم وتعملوا الخير يا رب. وربنا يزيد الكل من جميعه يا رب. لو هتعملي حاجة بسيطة جدا بتبقى كبيرة عند ربنا. يعني لو بتطعمي على قدك على قد إمكانياتك بسندوتش حتى، والله بتبقى عند ربنا حاجة كبيرة. ربنا يدينا ويديكم اللهم أمين يا رب. طبعا يا جماعة الصلصة سخنة. ماما غسلت الرز وحطت عليه بقى خضرة وقلبته كويس عشان الرز ياخد من من الخضرة. وطبعا نزلت بالتسبيكة بقى عليه، سابت التسبيكة لحد ما نشفت زي ما انتم شفتوها. ودي اكبر حلة عندنا، يعني حلة ألمونيا كبيرة ما شاء الله. لما بابا عندنا عزومة او حاجة بنعمل فيها المحشي. اللهم بارك اللهم بارك. كان طعمه زي العسل. كفاية ان هو معمول بايد ماما بجد. زي ما انتوا شايفين بقى ماما فضلت تلف في المحشي. طبعا انا كنت بساعدها بس اصور شوية واساعدها شوية.
عشان هي ما تعملش لوحدها يعني، عشان مش هتقدر تعمل لوحدها، فبساعدها على قد ما بقدر يعني. طبعا هنا خلصنا المحشي، فكان فايض شوية رز خلطة، طبعا مش هنرميهم في الايام اللي احنا فيها دي. قمت سلقت بصلايه نص سوا كده وبنفتحها، بنعمل محشي البصل بيبقى طعمه حلو قوي يعني، لما بيبقى في حاجه فايضه وبنعمل محشي البصل بيبقى طعمه جميل. وبنحطه كده على الوش. تعالوا بقى يا جماعه هنعمل البطايه ما شاء الله بالمرتة وبالرز الخلطه. ففي طريقه كده يعني بنعملها انا وماما، قلت اشارككم بيها. طبعا بنقطع الكبده والقناصه وبنشوحها في حته سمنه بلدي، وبننزل من غير ملح ولا اي حاجه بمعلقه سكر كبيره تتكرمل مع الكبد والقوانص. بنفضل نقلب فيها اللي تتشوح بس كده، تشم النار يعني تستوي وتتكرمل مع السكر. وبعدين بننزل بقى بالبصل والرز والتوابل. بس اول حاجه يا جماعه بننزل بالسكر زي ما انتوا شايفين كده، بيدي طعم جامد بجد. جربوها في خلطة الرز بتاعة الحمام او البط او الفراخ، هتفرق معاكم لما تكرملوا شوية سكر في الخلطة الاول قبل الرز، بتدي نكهة جميلة وتسكيرة كده للرز جميلة يعني. ما تخافوش، ما بتخلوش حلو ولا حاجة، وانت كده كده بتبقي حاطة ملح يعني والفلفل وبتظبطي دنيتك، بس بتدي يعني تجربة حلوة يعني للاكل. جربوها على ضمانتي. طبعا هنا بقى كرمل السكر اتكرمل اهو، وجينا بالرز حطينا فيه بصلتين كبار مبشورين وعليهم ملح وفلفل، ودعكناهم بقى في بعض كويس. وهننزل على الكلام الجميل اللي احنا عملناه ده، وهنفضل نقلب فيه كده لحد ما ياخد من بعضه. وبعدين هننزل بربع كوبايه ميه عشان الرز يبقى مش مستوي ومش ني برضو، اللي هو يعني يبقى برضو مش ني. احنا ما بنحبش نحط في ناس بتحط الرز ني، احنا ما بنحبش نحطه ني يعني، بيبقى يعني ياخد شقشاق ميه كده صغير يستوي بس. وبنحط فص توم بقى بعد ما بنقلب الكلام ده قبل الميه. وبعدين بقى بعد ما نحط فص التوم بنحط الميه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا جماعة عملنا اهوت الرز وحطينا زبيب. هنحط زبيب دلوقتي بيدي برضك نكهة كويسة. ولو عندك مكسرات لو عايزة تحطي تحمريها الاول في الزيت بتحطي، بس احنا عندنا زبيب بس فحطينا الزبيب بس. وهنديها تقليبه بقى هتبقى في منتهى الجمال. طبعا اللي تحسي ان هي معجنه ده مش من الرز، ده من البصل عشان مبشور بيديكي اللي هو ان هي الدنيا بايظه في بعضها، لكن ده البصل مش الرز بيبقى مفلفل متغلف بالبصل، فهو بيعمل المنظر ده. طبعا احنا بنعمل البطايه بنتبلها الاول ببصل برضو تاني غير اللي في الحشوه وملح وفلفل. وبنحط غير اللي في الحشوه بقى معلش يا جماعه عشان عيالي مش مريحين نفسهم. بنحط بقى بنتبل البطه من الحشوه، مش من الحشوه، انا مش مركزه معلش عفوا عشان عيالي والله مخليين عيني في وسط راسي. طبعا بحط بصل وملح وفلفل. بنتبل الاول لحم البطه علشان يدي طعم كويس. جربوها وهتبقى ان شاء الله كويسه ما شاء الله يعني.
هتجيبي بصلايه وهتبشريها كويس وتحطي عليها ملح وفلفل وتدعكيها كويس بايدك، وبعدين تدلكي لحم البط بيها و... وتقومي مدخله ايدك ما بين الجلد واللحم، هيدي تسكيره كده اللحم البطه وما تحسهاش زفره ولا اي حاجه. انت طبعا بتبقي غسلاها وبتبقي مظبطاها، بس تتبيله اللحم ده بتبقى حلوه قوي قبل الحشو يعني. فطبعا ماما استنت لما الحشوه تبرد. اوعي تحطي الحشوه وهي سخنه عشان ما تحبس الدم جوه الطيور يعني. طبعا بقى ايه هنخيط بقى البطايه الجميله ديت النهارده دي بطل العزومه النهارده. و... وهنقوم ايه حاطينها. طبعا هنجيب حله وفيها ميه مغليه وفيها بصلايه وطماطمايه وجزرايه وملح وفلفل، ولما الميه دي تغلي بقى تقومي حاطه البطايه الجميله دي وهتكتفي ايه جناحاتها لورا كده عشان تستوي. وما حطيها على ظهرها، ما تحطيهاش على بطنها علشان ايه الحشوه. هو عامه البط بيبقى امتن شويه يعني من الحمام، لان احنا ما حشناش من تحت الجلد بتاع الصدر، بس احنا بنحطه بقى على ظهرها كده زي ما انتوا شايفين. جينا بقى نعمل اللحمه مع بعض. طبعا بنجيب حته دهنه الاول من اللحمه وبنسيحها، وبعدين بننزل بقى باللحمه بعد ما بنغسلها، وبننزل ببصلايه وطماطميه صغيره كده وشويه ملح وفلفل. احنا بنعمل اللحمه كده يا جماعه، بنديها تشويحه مع الحاجات دي، وبعدين بننزل عليها بميه مغليه. بتبقى في منتهى الجمال. ولا بنحط حبهان ولا بنحط ورق لوري. كل واحد وله طريقه، عشان اللحمه بتبقى نظيفه بتبقى بلدي. يعني احنا كده بنضيع طعم الشوربه بتاعه اللحمه. يعني البط اللي بيتحط له الحاجات ديت والفراخ. احنا نسيت اقول لكم ان احنا حطينا كمان ورق لورا وحبهان ومستكه في قلب شوربه البط. لا عشان تضيع يعني لو في زفاره حاجه بتدي طعم كويس للشوربه. بس اللحمه احنا ما بنحطلهاش اكتر من اللي انتوا شايفينه ده. بنحس ان عايزين نحس بطعم اللحمه البلدي الجميله ذات نفسها. اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله كان طعمها زي العسل. وبعد ما بنديها التشويحه الجميله بننزل عليها بالتشويحه. طبعا بتغير لونها، لو بيبقى اللون اللي شايفينه الرصاصي دوت، وبتنزل ميتها بقى، وبعدين بنزودها بشويه ميه مغليه على حسب بقى ما انت عايزه الشرب. طبعا كده خلاص خلصنا. مش فاضل بقى غير القطايف والفته. القطايف دي بقى انا بموت فيها يا جماعه، بموت فيها. بتبقى مقرمشه كده. بصوا دي خلطه القطايف اللي احنا بنعملها. بلح بنشيل النوى بتاعه، وسوداني مقلي، وجوزة الهند وزبيب. وبنجيب القطايف نحشيها فيها طبعا عارفين كلكم بتتعمل ازاي، وبنتك عليها كده. حبيت اوريها لكم برضو، يعني حبيت اشارككم كل حاجه. وبنتك بقى عليها من الجنب وبنسيبها. نحب ناكلها سخنه، بنعملها بعد الفطار. دي خلطه القطايف. يعني انا بحب اعملها قبل، يعني مش بخزنها، ما بحطهاش في فريزر ولا اي حاجه. بحب اعملها في ساعتها، اللي هو ناكلها نجيبها صبحه ونعملها في الزيت. يعني احب انا كده، ما احبش اخزنها. في ناس بقى بتحب تخزنها، يعني كل واحد وله طريقته. يعني احبها تبقى صبحه كده، نجيبها من عند الراجل. ولما بتبقى بردك في السعوديه بجيبها من السوبر ماركت. بس ساعات بقى يا جماعه بتاعه السعوديه بتبقى معموله على بيات، بتبقى مفروله بقى، بتبوظ مني ساعات، وساعات بتبقى كويسه. بس احنا عامه بنحب رمضان يعني قطايف. والله اول يوم لازم نعمل قطايف كده. ربنا يدينا ويديكم الصحه يا رب، ويدي امهاتنا جميعا الصحه يا رب، ولا يحرمكم ابدا من اهلكم، و... ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب، ويجعلهم في جنات النعيم. اللهم امين يا رب. ويجعله شهر خير علينا وعليكم يا رب، ولا يدخلكم لهم ولا غم ولا حزن، احنا وانتم جميعا يا رب. ارجو الدعاء لاخي في الايام المفترجه ديت
فضلا وليست امرا. ارجو ان انتوا تدعوا لاخويا فقيد الشباب، تدعوا له في الشهر الكريم المفترج دوت، تدعوا له بالرحمه. اللهم ارحمه وارحم امواتنا جميعا يا رب. اللهم ارحم امواتنا جميعا واموات المسلمين يا رب. وادعوا لابي ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنه يا رب. طبعا هنعمل الفتة. والدتي بتحب تعملها من غير دقة، يعني في ناس بتحب تعملها بالدقة، دي فتة اللي هي البلدي عادي. بنجيب العيش، احنا حاطين عيش على رقاق، فطبعا لو هتحمري عيش على رقاق بتحطي العيش الاول عشان بيستحمل، والرقاق في الاخر. حطينا طبعا سمنة، وبعدين قطعنا العيش وهنشوحه، هنحمره يعني في السمنة دي. وبعدين هنقوم نازلين بالرقاق، ياخد تقليبه كده خفيفه عشان هو ما بيتحملش. وبعدين هننزل بالرز الابيض العادي. لا اقصد الاول هنطش بالشوربه. اي شوربه عندك بتديها كرنبين كده، تتشوحي لحد ما تشرب الميه، يعني الشوربه العيش يشرب الميه. وبعدين هتنزلي بالرز، تحطي رق رز، وبعدين تسيبيهم يسخنوا كده شويه. طبعا انا كنت عامله معاكم الكاتشب، فهندهن بيه البطايه ونحمرها. ف بدهن اهوت وش البطايه، خلاص خلصت كده. وهدهن بيه وش البطايه. بدهن جميع الجوانب بتاعه البطايه بالكاتشب. الكاتشب والله طعمه جميل جدا. بدهن بقى بيه الطيور لما باجي احمر، بيدي طعم جميل. الكاتشب بيدي بقى تلميعه ذهبي كده للطيور، بتبقى في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان في فكره كده هوريها لكم، ماما على طول بتعملها يعني، وفي الغلا اللي احنا عايشين فيه ده فكره جميله. بصوا بقى، انت لما تبقي جايبه فراخ، ما حاولي تسلتي كده الزور من عارفه الجلده بتاعت الرقبه. حاولي تسلتي الجلده من غير تقطيع، تبقى طويله كده، اسلتيها من الرقبه علشان تاخديها وتحوشيها على بعض، وتبقى بالمنظر ده. بنحشيها زي الحمام، والله والله بتبقى في منتهى الجمال. جربيها بقى وعلى ضمانتي، بجد بجد مش هتبطلي تعمليها. الفكرة دي ماما بتحوش الزوار بط او فراخ وبتخيطهم. يعني بصوا، ده زور البط اهوت بتاعنا، حشته من الحشوة بتاعة البطة وسلقته مع البط، وبعدين راحت مخيطاه من فوق وتحت، وهنحمره ودهناه كاتشب وهنحمره
مع البطة. والله سيبنا البطة وكلنا منه في منتهى الجمال، اللهم بارك، كأنك بتاكلي حمام، زي الحمام الكداب كده، جميل 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 بجد. وبألف هنا وشفا على قلبكم. يا ريت تجربوا الفكرة دي وتقولوا لي رأيكم فيها. إيه لو استفدتم بأي حاجة من الفيديو بتاعي أو بطريقة أي حاجة، لو في 1% عرفوني. ولو أي حد مشترك جديد معايا في القناة يعرفني ويسيب لي كومنت كويس كده يحفزني ويشجعني ان انا اعمل حاجة كويسة دايما. وانتوا كلكم على راسي من فوق، متحرمش منكم ولا من كلامكم الجميل. محتاجة دعمكم في قناتي ان عشان تبقى قناة كويسة يعني. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. وكل رمضان بخير عليكم، ولا يدخل عليكم لا هم ولا غم ولا حزن. وده شكل البطة بعد ما حمرناها. طبعا الرز اللي تحت اتحرق شوية، بس انا شلته علشان خاطر الرز طبعا ما بيستحملش. وخلاص كبينا المحشي والفطار بقى خلاص. حطينا الفطار. قلت اصور لكم بقى كل حاجة بعد ما خلصت والعزومة كانت عاملة ازاي. حطينا المحشي ما شاء الله. طبعا كل واحد يعني كان عامل حاجة من اللي احنا عازمينهم. طبعا كان في جلاش، اللي عامل جلاش واللي عامل محشي تاني واللي عامل حاجات تانية. واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين يا احلى مشاهدين في الدنيا، يا احلى متابعين في الدنيا، ما تحرمش منكم ابدا يا رب.